السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة المقارنة بالدوري السعودي والدوري المصري، الديربي المصري الأفضل ولا الديربي السعودي الأفضل؟ أنا بس عندي سؤال. ليه فكرة المقارنة دي؟ ليه ما نستمتعش؟ يعني ليه في دولة عاملة حاجة كويسة نستمتع ونتفرج ونشوف وندعم ونحفز؟ ليه موضوع المقارنات اللي دايما تدخلنا في عداوة ومناطحات، وده يغلط في ده وده يتكلم بده على بتهكم وده مش. الموضوع بسيط، ندخل في الموضوع. الديربي المصري والديربي السعودي انا عندي رد مختلف خالص من ناحيتين. من اول شيء من الناحية التاريخية، ومن ناحية الواقع اللي احنا عايشين فيه. من الناحية التاريخية تعالوا نتكلم على تأسيس الأندية. مثلا نادي الأهلي والزمالك، نادي الأهلي تأسيسه 1907، نادي الزمالك 1911، أول ماتش رسمي كان بينهم 1917. ننتقل للزمالك لديربي الرياض، النصر والهلال. ديربي النصر تاريخ إنشاؤه 1955، نادي الهلال بعده بسنتين 1957. أول ماتش اتلعب بينهم كان 1958، فاز فيه الهلال 1-0. عدد الماتشات في الديربي المصري 200، قرابة 240 مواجهة. فاز الأهلي في 108، الزمالك في 58، اتعادلوا في 80. الهلال والنصر 174 مواجهة، 70 فوز للهلال، 70 فوز، 60 فوز للنصر، 44 تعادل. الكفة بتميل في مصر للأهلي، وبتميل في السعودية من حيث عدد البطولات أو الفوز في مواجهات الدربيات لنادي الهلال. في السعودية موضوع، يعني خلينا نفهم الأول يعني إيه ديربي أصلا، لأن في السعودية في أكتر من ديربي. الديربي ده او الفرق بين الديربي وبين الكلاسيكو. الديربي ده فيه فرقتين من نفس المدينة بيواجهوا بعض، يعني مثلا ديربي الرياض الهلال والنصر من الرياض، فده ديربي. في القاهرة الأهلي والزمالك من مدينة القاهرة، ده ديربي. أما الكلاسيكو فريقين من نفس البلد ونفس الدولة لكن في مدينتين مختلفتين، زي مثلا كلاسيكو الريال وبرشلونة. نادي الريال من مدينة مدريد في أسبانيا، ونادي برشلونة من إقليم كاتالونيا في برشلونة في أسبانيا. فده كلاسيكو لأن المدينتين داخل الدولة مختلفتين. يعني لو جه لاعب في السعودية مثلا الهلال بيلاعب الاتحاد، ده اسمه كلاسيكو مش ديربي، لأن المدينتين اختلفوا، جدة والرياض. تمام. نرجع من الموضوع من حيث التاريخ الأقدمية. نادي الديربي القاهرة أقدم من ديربي الرياض ب41 سنة تقريبا. لكن احنا وقفنا كتير عند حتة التاريخ. انت سابق ب41 سنة، يعني المفروض المسافة دي يفضل متحافظ عليها، لكن على أرض الواقع الموضوع اختلف. حاليا الوضع مختلف، ودي حاجة تزعلنا على حال الكرة المصرية، وحاجة تبسطنا ان في امل في دولة عربية تقدر تعمل انجاز وتحط دولة بحجم اوروبا باكملها، بمنتخباتها، بمدربينها، بانديتها، بمستثمرينها في حرج. فلما دولة زي السعودية تعمل حاجة زي دي حاجة تفرحنا مش تزعلنا، مش دخلنا في مقارنات وكلام فاضي من ده. نيجي للواقع الحالي. لو اكتملنا المقارنة على أرض الواقع، مبدئيا لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة في كل شيء. أولا من حيث جودة اللعيبة، وطبعا الكلام ده مثلا بقاله أكتر من سنة، مش اليومين دول بس، مع استقطاب النجوم وكلام من ده. الدوري السعودي بقاله فترة فيه 8 محترفين على مستوى عالي جدا جدا جدا. كان بادئ بأربعة أو بخمسة، بقوا سبعة، يعني في محترفين أجانب كتير. طب لو جينا نتكلم في مقارنة من حيث كواليتي اللعيبة، خلينا نتكلم بإنصاف كده. موضوع ما فيش فيه مقارنة خالص، لا مجال للمقارنة. طبعا مبدئيا أنا كمصري أتمنى إن يعني لو نادي الأهلي أو الزمالك بيواجهوا أندية سعودية، انا طبعا هبقى مع ان الفرقه المصريه تفوز. وعندي قناعه، انا كمشجع اهلاوي عندي قناعه ان نادي الاهلي بالاراده، بالعزيمه، بالاصرار اللي بيلعب بيها، لو واجه اي فرقه سعوديه على الوضع الحالي الموجود هيحقق معاه نتيجه كويسه. فوز، تعادل، اداء، افضليه في الاداء. يعني انا عندي ثقه في نادي الاهلي ان لو قابل ريال مدريد ممكن يفوز عليه. دي ثقتي في النادي اللي انا بحبه وبشجعه، لكن ده ما يخلينيش اتمنى الضرر او الشر او اتهكم على فرقه في السعوديه. نيجي للمقارنه من حيث كواليتي اللعيبه باختصار شديد كده.
انت لو جيت تقارن سيف الدين الجزيري في مهاجم الزمالك الاساسي مع محمد شريف قبل ما يمشي من الاهلي يروح الخليج السعودي، لو جيت تقارن الاتنين دول مثلا برونالدو وكريم بنزيما، انت اصلا مسمعك، مشاعرك، حواسك مش هتتقبل المقارنة، لان الموضوع صعب. لو جينا نتكلم في نص ملعب الاهلي مثلا عمرو السولية، هو لعيب كبير، وجينا نتكلم في عمرو السيسي مثلا او اي حد من دونجا في الزمالك، وجينا نقارنه مثلا بكانتي في نص ملعب او فابينيو في الاتحاد او بروزوفيتش في النصر او الناس دي، طبعا لا مجال للمقارنة، الموضوع صعب. لو جينا نتكلم على مستوى الهباط، افضل هافين في مصر دلوقتي مثلا حسين الشحات وزيزو، لو جينا نقارنهم مثلا في الدوري السعودي بساديو ماني، الموضوع طبعا، او بنيمار لما وصل للهلال، الموضوع ما فيش فيه مقارنة يا جماعة. طبعا على مستوى حراسة المرمى اتكلم زي ما انت عايز، جوروهي حارس الاتحاد، حتى في حراس محليين، المعيوف حارس الهلال، لعيبه الناس على مستوى. فالمقارنة الوضع الحالي في كواليتي اللعيبة ظالمة، مجرد انك تفكر تقارن اللعيبة اللي في الدوري السعودي حاليا بالدوري المصري فانت راجل ظالم، ما عندكش عدل او ما عندكش نظر. العاطفة بقى هي اللي غالبة، ده موضوع تاني. لو جينا نتكلم في التصوير وفي اللوائح وفي القوانين، اولا احنا في مصر بنصور بتليفون، مش انتقاص، ده حزن على اللي احنا فيه وامانة في الطرح. بنتصور في مصر بكاميرا تليفون كشاف. في السعوديه لا، الوضع مختلف وانت الكل شايف. في مصر الكره تبقى رايحه داخله الجون وهجمه واعده انفراد رايح الجون، وتلاقيه جايب اتنين في المدرج بياكلوا لب، ولا ما انت ما شفتش الجون، كنت فجاه كده اتصدمت ان الكره جايه واحد، نتيجه 1-0 على الشاشه. الفار بيقعد في مصر نص ساعه، في السعوديه لا، لو في حاجه مستاهله الايربيس وشكرا الموضوع انتهى. الاستوديو التحليلي، استوديو التحليل، احنا عندنا الناس بيصلوا الفجر ويطلعوا يحضروا استوديو التحليل للماتش، ويخلصوا الفجر بتاع اليوم اللي بعده. يعني انت سيادتك كده وانت جاي رايح الصبح رايح الشغل، تلاقي الاستوديو التحليلي شغال، جيت تتغدى تلاقيه شغال، نمت شويه عشان تصحى قبل المغرب تلحق الماتش تلاقي الاستوديو التحليلي شغال، نمت وصحيت عشان تروح شغلك تاني يوم تلاقي لا. في السعوديه لا، كلمتين قبل الماتش، كلمتين بين الشوطين، كلمتين مختصرين. نيجي للوائح والقوانين، في الدوري السعودي بيبدا 1 2 3 4 5 6، الموضوع خلصان، حتى ازاز الميه عاملين حسابها في العقوبات. اما في مصر لا، انت ممكن نادي يبقى موقوف فترتين وباتصال تليفوني الفترة دي تسجل لعيبة عادي، الموضوع اي حاجة ممكن تعملها. فحتة المقارنة انا شايف ان هي مجال للجدل والخلاف، بدل ما يبقى الموضوع مختلف نستمتع باللي بيحصل. والموضوع ما يعني ما فيش في الوضع الحالي، ما فيش فيه مقارنة للأمانة، ما فيش فيه مقارنة. نتمنى ان الكرة عندنا في مصر يمسكها ناس فاهمة، ناس كفاية عن الناس القدام كده، يعني نتطور، عندنا كواليتي وجودة لعيبة محليين عاليين، لكن احنا محتاجين نتطور. نتمنى ان الناس تستمتع بالوضع الحالي اللي موجود في السعودية، لكن تنتقد وكلام من ده، انا شايف الموضوع يعني اتبسطوا استمتعوا. كل التوفيق للسعودية، نتمنى ان الدول العربية كلها تكون كده. شكرا ونشوفكم على خير، ولو في اي ملحوظة اي شيء اي نقد سيبوه لنا في التعليق، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا عشان نستمر. شكرا والسلام عليكم.